السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الأنوار على كل متابعين. إن شاء الله تعالى النهاردة هنجاوب على سؤال مهم جدا انسأل لي من أحد متابعين القناة. طبعا السؤال ده بيقول يا جماعة الخير، أنا عندي زغاليل ضعيفة جدا، وأنا حتى الحمام بتاعي لو أنتج فبتبقى الزغاليل بتاعتي ضعيفة. طب إيه السبب؟ طبعا في برضه مشكلة الزغلول الكبير والزغلول الصغير. إن شاء الله تعالى هحل لك كل المشاكل دي من الأساس، لأن طبعا في مشاكل ما عادش بتتحل لما الحمام بياخد بعضه أو الحمام بيكبر في السن، فالمشاكل دي ما بتنفعش تتحل، لكن هنحل لك المشكله من الاساس عشان ما يطلعش عندك زغلول ضعيف وزغلول كبير وزغلول صغير. طيب خلينا بس الاول نجاوب على سؤال مهم جدا برضو. طبعا السؤال ده برضو بيقول الحمام بيتجوز بعض، الذكوره ممكن ذكرين يتجوزوا بعض او في نتايتين بيتجوزوا بعض؟ طبعا يا جماعه خير، في برضو حمام بيتجوز بعض ذكوره او نتايه. طب ايه اللي يخلي الحمام ده بيتجوز بعضه؟ في حمام كتير جدا، في ناس بتربي حمام وما بتبقاش عارفه الذكر من النتايه، طبعا بيبقى عندها عدد ذكور اكتر من عدد الاناث. طبعا الحمام بالجينات وراثيه سبحان الله تعالى، هو الحمام عايز يتزوج تمام كده، فممكن ذكرين يتجوزوا بعض وممكن نتايتين برضه بيعشقوا بعض. وفي برضه حاجه مهمه جدا كمان، في ناس بتبقى حابسه جوز حمام زي كده، مثلا على سبيل المثل بتبقى حابسه جوز حمام زي كده على اساس مثلا ان هم قص ذكر وانتايه، بيطلعوا نتايتين، فطبعا النتايتين برضه بيعشقوا بعض او بيتجوزوا بعض تمام كده. في برضه ناس بتبقى حابسه قص زي كده على اساس برضه ان هم ذكر وانتايه، وممكن برضه يطلعوا ذكرين وبيتجوزوا بعض برضه ومفيش اي مشكله. طيب ينفع الحمام ده استفيد منه، او ينفع الحمام ده اللي هو ذكرين متجوزين بعض او نتايتين متجوزين بعض ينفع ان انا استفيد منهم؟ ايوه نعم ينفع ان انا استفيد منهم، ولكن هستفيد منهم كحضان فقط لا غير، كحضان فقط لا غير. ما ينفعش طبعا ناس كتير جدا بتقول لي انا عندي في حمام بيبيض عندي 3 بيضات. طبعا الحمام اللي بيبيض 3 بيضات ده يا جماعه الخير او 4 بيضات ده بيبقى نتايتين في الغالب، لان مفيش حمام اسمه بيبيض 4 بيضات عشان بس العلم بالشيء ولا الجهل بيه. مفيش حمام بيبيض 4 بيضات. انا حصلت عندي مره او 2 بالكتير ان في حمام بيض عندي 3 بيضات، وده بسبب طبعا ان انا بدي اشياء او ان انا بزود عنقود البيض عند الحمام، وبدي اشياء للحمام بتاعتي بتخليه يزود عنقود البيض عنده، فطبعا ده بيخلي الحمام يبيض 3 بيضات، ولكن مفيش حاجه اسمها حمام بيبيض 4 بيضات نهائي. طيب خلينا برضو نجاوب على سؤال مهم جدا، ايه اللي بيخلي الحمام ده برضو يتجوز بعض؟ طبعا في ناس كتير جدا بتربي حمام ما بتبقاش عارفه عدد الذكور من عدد الاناث، فطبعا الذكور لما تبقى سايبه في المكان كده ممكن تتجوز بعضها عادي خالص مش مشكله. ولكن يا جماعه الخير برضو في سؤال مهم جدا. طبعا يعني الناس اللي هي بتقول انا عندي زغاليل ضعيفه، والناس اللي بتقول عندي حمام بيطلع جوز كبير وجوز صغير، ده بيبقى سبب ان انت مجوز حمام خوات لبعضه. يعني ايه مجوز حمام خوات لبعضه؟ يعني يا جماعه الخير دي نتايه مثلا، ودي المفروض ده ذكرها، المفروض ده نفس العش ده الاسمر ده الصوره دوت، ده هو نفس النتايه دي. طب انا مجوزهم لبعض؟ لا ما ينفعش ان انا اجوزهم لبعض. ما ينفعش ان انا اجوزهم لبعض ليه؟ لان لما انا بجوزهم لبعض بينتج لي عنه زغاليل ضعيفه، بيجيب لي زغاليل، ممكن يجيب لي زغلول كبير وممكن يجيب لي زغلول صغير، لان الحمام حجمه كويس. الحمام حجمه كويس، يعني المفروض الزغاليل تبقى حجمها كبير زي طبعا الاهالي، ولكن انت بتفاجئ ان بيبقى عندك زغلول كبير وعندك زغلول صغير. ما ينفعش نهائي ان احنا نجوز الحمام اخوات بعض. طيب ايه الحمام اللي انا ينفع ان انا اجوزه لبعضه؟ يعني جوز حمام زغاليل زي كده، نشوف برضو مع بعض. جوز زغاليل زي كده مثلا، لو انا عاجبني جوز الزغاليل دول وحجمهم كويس وشكلهم كويس، ينفع ان انا اجوز جوز الزغاليل ده لبعض؟ لا طبعا ما ينفعش، ولكن ينفع ان انا اجوزهم اي عش تاني. يعني ايه اي عش تاني؟ يعني العش ده مثلا اجوزه، مثلا العش اللي لسه طالع ده، يعني مثلا على سبيل المثل دون هيبقى ذكر وانتايه، ودول هيبقوا ذكر وانتايه، اجيب الذكر اجوزه للنتايه ديت، واجيب الذكر ده اجوزه للنتايه ديت، بالتالي هينتج لي زغاليل كبيره، وهيحل لي مشكله ان انا بيطلع عندي زغلول كبير وزغلول صغير. طيب في ناس برضو يعني لسه مبتدئه في تربيه حمام، والناس ديت ممكن ان هي تجوز زغاليل لبعضها او جوزت حمام خوات لبعضه. ايه العمل وايه الحل؟ الحل ان انت فورا ان انت بعد الحمام لو هو مطلع عندك او الحمام محصم عندك، بعد ما يفك الحصوتين او بعد ما ان هو يخلص تحضير الحمام اللي عندك، تفصل الذكر عن النتايه فورا، تفصل الذكر عن النتايه فورا، لان لما تفصل الذكر عن النتايه هيجيب لك زغاليل كبيره ان شاء الله تعالى. يعني برضو نقول لو احنا مثلا طبعا دولت جوز حمام خوات، لو دولت مثلا جوز حمام خوات ودول جوز حمام خوات، اجوز النتايه ديت للذكر دوت واجوز الذكر دوت للنتايه ديت، افصلهم عن بعض
هتلاقي فرق كبير جدا في حجم الزغاليل، وهتلاقي فرق كبير جدا في ان انت بتعرف تفرخ من الحمام بتاعك وبتعرف تنتج من الحمام بتاعك. لان زي ما قلت لكم مفيش حاجه، مفيش انتاج او مفيش حمام هينتج زغاليل كبيره او زغاليل بصحه كويسه غير لما يكون حمام عشين مختلفين. لان احنا لازما نغير الدم، لان في اشياء بتبقى جينات وراثيه ما ينفعش ان احنا نجوز الحمام لبعضه. في حاجه برضو معلومه مهمه جدا برضو الناس كلها لازم تاخد بالها منها. الناس يا جماعه الخير اللي بتجوز الحمام الاخوات لبعضه وتقول لي انا بفاجئ ان في حمام بيموت مني وزغاليل بتموت مني، هو برضو بسبب ان انت مجوز حمام اخوات لبعضها. فيا جماعه الخير ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون قدم لكم معلومه واوعدكم بفيديوهات قويه ان شاء الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.